اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. يلا بينا كده هندخل على الوصفة على طول. بولة هنحط فيها نص كيلو من اللحمة المفرومة ويكون في نسبة من الدهن، وكمان ضاربين بصلتين في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وعصرينهم من المية، واخدين المية بتاعتهم كده على جنب اهي، المية بتاعتهم كده زي ما انتوا شايفين. وكمان هننزل بمعلقتين كبار من البقسماط المطحون، ولو ما عندكيش بقسماط مطحون ممكن تنشفي العيش الفينو وتضربيه في الكبة، هيبقى معاكي بقسماط مطحون. تمام تمام بقى كده. يلا بينا بقى ننزل نعمل ايه. نحط معلقة كده من البيكنج باودر، وهنحط شوية بهارات. وفي حاجة عايزة اقولها لكم، دي مش كفتة حاتي، حطينا شوية من البابريكا. كفتة الحاتي بصل لحمة شوية اهو، من الفلفل الاسمر كمان. نرجع بقى نقول بصل لحمة جوز الطيب وفقط لا غير، والدوش طبعا كلنا عارفين الدوش، ما بيحطلهاش اي حاجة تانية خالص نهائيا. وهنا نزلنا بالملح، يبقى حطينا ايه، حطينا بابريكا وحطينا ملح وحطينا فلفل اسمر وبقسماط والبصل واللحمة. ودي معلقة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من بهارات اللحمة او البهارات المشكلة، بتديها طعم حلو قوي قوي. هنقلب كل الكلام ده كله في قلب بعضه كده زي ما انتوا شايفين. وما تنسوش معلقة البيكنج باودر. هتدخلي كل ده كده في قلب بعضه، وتعالوا نجيب الكبة ونشتغلوا مع بعض. هنا بقى كده جبنا الكبة بتاعتنا وحطينا فيها اللحمة، هنديها فرمتين تلاتة في قلب الكبة بتاعتنا. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هنا بقى كده التشكيل ده رجع ليك انت، ليكي حرية الاختيار، شكليها بقى دواير، تشكليها صوابع طبعا، والاغلب كلنا بنشكلها صوابع، وانا بشكلها بصي صوابع، وبحب تبقى صوابعي معلمة فيها كده زي ما انت شايفة كده، بتبقى حلوة جدا جدا. وبعد ما بنحطها في الصينية وبنخلص ان احنا يعني صبعناها خالص، انا برش عليها نقطة زيت كده او بدهنها بنقطة زيت خفيفة. طبعا حابة تدهني ادهني، مش حابة انت وراحتك، بس انا بحب احط نقطة الزيت دي علشان خاطر بتحمرها معايا وبتديها تحميرة حلوة قوي. وتحطيها في الفرن على نار متوسطة مش عالية قوي، يعني نار تكون متوسطة، وهتطلع معاكي عسليات حلويات زيكم. طبق بقى كده بحب اقطع فيه طماطم وكام حته كده من الفلفل. بصوا بقى الكفته وجمالها، حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه بجد وحلوه جدا. وطعمها كمان حلو قوي قوي، وسهله، طريقتها سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسه. يعني دي كفته البيت مش كفته الحاتي اهو، علشان ما حدش يقول لي لا انت عامله، لا دي مش كفته حياتي، دي كفته بيتنا احنا. زمان كانت امي بتبل العيش الفينو البايت وبتعمل لنا بيه الكفته، كانوا بيحطوه على اللحمه. معرفش بقى انتوا بتعملوا كنتوا كده زمان زينا ولا لا. هنا بقى كده اللهم بارك. بصوا بقى حطي شويه فلفل كده، زوقي الطبق كده علشان يفتح النفس للولاد، جنب مكرونه، جنب سلطه خضراء، جنب طحينه، جنب المتوفر عندك حطيه. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بصوا مستويه وطعمها حلو جدا جدا. جربوها، طريقتها سهلة وبسيطة وحلوة قوي. ويا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم كلكم في الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.